بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى خاطب اليهود بقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وعرفنا كيف لبسوا الحق بالباطل، والأصل في الأشياء أن تكون خاضعة لواقعها، وبذلك يكون الحق صورة واحدة لا تتعدد ولا تتغير ولا تزول. والذين يلبسون الحق بالباطل يريدون من ذلك ستر الحق، لأن الحق يؤذيهم ويؤذي منهجهم في الحياة، فهم يحاولون أن يستروا هذا الحق حتى لا يتأذى بمنهج الحق منهجهم في الحياة. وأنتم تعلمون، لأنهم كانوا أهل كتاب ويعلمون مدى المخالفة لآيات الله ولبس الحق بالباطل، مما يتوعد به الله الذين يصنعون ذلك في الدنيا، إما بالصاعقة وإما بالرجز وإما بالعذاب وإما بالضنك، وهذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم العذاب العظيم. إذن فلو كانوا لا يعلمون الجزاء الذي يترتب على فعلهم لكان من الممكن أن يكون هذا معقول، إنما غير المعقول أن يكونوا أهل كتاب ويعلمون جزاء من يفعل ذلك ومع ذلك يقبلون عليه. الله سبحانه وتعالى يقول لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طب إقامة الصلاة كما نفهمها أمر معروف، وهي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم بشرائطها المخصوصة، وهي فيها عناصر القيام وعناصر الركوع وعناصر السجود، ولكنه جاء أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين، أي أنه يريد منهم أن ينضموا إلى الموكب الإيماني الجديد الجامع المانع، لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع. إذن فهو يريد أن ينخرطوا في الموكب الإيماني الجديد، وأن لا يظنوا أنهم بإيمانهم برسول وإيمانهم بكتاب يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يقولوا أن ديننا كافينا، وإنما جاء هذا الدين لمن لا دين له، وهم العرب الذين كانوا مشركين. فيقول الله: اركعوا مع الراكعين، أي انضموا وزيدوا في صلاتكم ذلك الركوع، يبقى لا تقبل منكم العبادة إلا على شريطة ضمكم إلى الموكب الإيماني الجديد، وبذلك تندمجون في الجماعة الإيمانية الجديدة. ولماذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لأنه لما قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يريد أن يقول العكس هو المطلوب. ليه؟ يعني كان يجب أن تشتروا الآيات بالثمن. ليه؟ لأن الصفقة الرابحة فيها أخلد وأعم وأنفع، ولكن استكباركم عن هذه المسألة حتى لا تكونوا خاضعين لرسول جديد لا يمكن أن يعفيكم منها أو يبرئكم من هذه الآفة الاستكبارية التي تخلعون عليها صورة الإيمان. لن يعفيكم إلا أن تكونوا خاضعين لله مصلين له واقفين أمامه في ذلك الموقف، وأن تؤتوا الزكاة، لأنهم كانوا يشترون الآيات، يشترون بالآيات الثمن. يقول لا، ده احنا المطلوب منكم نقول تدفعوا حاجات، مش تحزنوا على ان فاتكم اخذ اموال. المطلوب منكم الان ان تدفعوا انتم ولا يأمر بإيتاء الزكاة الا من يحث على حركة في الحياة، لانه لا يأمر غير واجد بان يزكي، انما يريد منهم حركة في الحياة كما قلنا سابقا، حركة تتسع لحاجتهم وحاجة من لا يقدر على الحركة. يبقى ينتقلوا بقى الكبرياء على الدين الجديد، بيقول لهم الصلاة روحوا اخضعوا واركعوا وانضموا إلى الموقف الإيماني، وذلك بالصلاة. اشتراكم الأشياء اللي انتم خايفين عليها لتفوتكم من المنافع، ده أنا عايز انتم اللي تدفعوا.
يبقى اذا منطقية المسألة يخرجهم من الكبر على الايمان بذلك الرسول بان ينضموا في الموكب الاماني وان يصلوا وان تكونوا. يمكن يقول لك هنصلي صلاتنا، نقول لهم لا واركعوا مع الراكعين، يعني انضموا للايه؟ الموكب. يبقى اذا ايمانكم بموسى وايمانكم بالتوراة لن يخرجكم ان كفرتم بمحمد الى مرتبة الايه؟ الايمان، لا يبقي لكم مرتبة الايمان. والاشياء التي كنتم تصنعونها تدل على استكباركم على الدين الايه؟ الجديد. فهذا الاستكبار لا يمكن ان يخلعه من قلوبكم الا ان تصلوا، لان الصلاة فيها منتهى الخضوع ومنتهى الذلة. والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزول، لأنه أمام الكبرياء الأعظم الذي يجعل الإنسان كما قلنا يتكبر أنه لا يرى ربه، لكن الذي يرى ربه يوم يتضاءل أمامه. فالمتكبر إذن غافل عن رؤية من هو أكبر منه. فعلشان تبرأوا من هذه العملية لا، عايز منكم الحاجتين اللي حملوكم على أن تكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا وصفه وتكتموا ما عرفتموه عنه، كبرياؤكم على هذا النبي بأن لا تؤمنوا به وتقولوا لا يروح يؤمن به العرب، لا يمكن أن يبرئكم منه إلا أن تنضموا إلى الركب الإيماني وتصلوا، وتكون الصلاة ذات الركوع، والصلاة ذات الركوع هي صلاة دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين آتوا الزكاة، يعني بعد أن كنتم طالبين أنتم مطلوبين منكم أن كنتم تؤدي، لأن العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة في الحياة، فكرا يخطط وطاقة تنفعل لمطلوب الفكر ومادة في الكون تنفعل له إمكان، يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هدر، ويجب أن يوجهها إلى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة. ويجب أن يعلم أن الحق حين يطالبه بأن يتحرك حركة في الحياة لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، وبعد ذلك ما يحتاجه يأخذه، والذي لا يقدر على الحركة يكون له في ماله نصيب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ حينما كانوا أمة كتابية كانوا كما قلنا يفتحون على الذين كفروا ويطلبون منهم أن يتركوا عبادة الأوثان والأصنام وأن ينضموا إلى موكب الإيمان بمنهج السماء وينضموا إلى الإيمان بالرسل. كل هذا كانوا يطلبونه. طيب بعدين أنتم أمرتم الناس بالبر، أمرتم الكفار اللي كانوا بيعبدوا الأوثان دول وتقولوا لهم أمنوا، وبعد ذلك طب ما تأمنوا أنتم بقى. إذن هذا يعطي منهج في الحياة. وأنا أريد أن أنبه هنا إلى أن الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويأمرهم أوامر، ليس العبرة بخصوص الموضوع ولكن العبرة تكون بعموم السبب. فحين يقول لهم لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، مش بس دي لليهود بقى، ما دام نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل على كل إنسان مؤمن. يبقى ده أيضا ينطبق حتى على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ناس تقرض شفاههم بمقارض من نار، فسأل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم خطباء الفتنة. ايه خطباء الفتنة؟ يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة. هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر، مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجدوا في بعض الأشياء ما يجعل للناس حجة في أن يتحللوا عن منهج الله. نقولها أنتم خطباء الخطباء الفتنة. ولذلك تعرفهم لأنهم يبررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع. هذا الفرق. أن المفروض في في الرجل الدين اللي بيحمل منهج الله
مش أن يبرر ما يقع من غيره، يعمل شيء ثم يبرره ويلتمس له بقى الايه؟ الاعذار لا، دبر الامر انت قبل ان تقرر امرا، اعرضه على اولي الامر من الذين يفهمون استنباط كتاب الله، وبعد ذلك يدبرون الامر، لا ان تقرر الامر ثم ان تطلب من الذين ينتسبون الى الدين ان يبرروا لك ذلك الفعل، لانك تكون مخضعا لمنهج الله لاهواء البشر. ولذلك على الذين يفعلون ذلك ان يسوبوا الى رشدهم وان يرجعوا الى الله رجعة اخرى، بحيث ما فات منهم يحاولون استدراكه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا اذا قضى واحد منا امرا ثم بان له خلافه ان يرجع الى الحق، لان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. نعم. يبقى اذا قول الله ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ليس المراد به اليهود، بل المراد به عموم السبب في كل من يشتري بايات الله ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، منهج اخر من مناهج الدعاء. ليه؟ لان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما ألفوا من حركة الباطل، وحين تخرج إنسانا عما ألف من حركات الباطل لا تستهون ذلك، فإن ذلك أمر شق على نفسه لأنه خروج عما اعتاد، ولذلك يريد أن يجد لنفسه عذرا في أن يظل على ما اعتاد، فهو مفتوح العين لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه؟ أيطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه؟ فإن رآه طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب، علم أنه صادق في الدعوة، وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه منهجا. إذا فالعين المفتوحة من الذين نريد أن نوجههم يريدون أن يتلمسوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك. حين يكون ذلك يعلمون أن هناك كما قلنا كلمة تقال وسلوك يفعل، وقلت إذا انفصلت الكلمة عن السلوك كانت الطامة، ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. ليه؟ لأنك تشكك من يسمعك تعظ ثم يراك تفعل على غير ما تعظ، يقول لا ده راجل غشاش، لو كان في ذلك خير لقبله لإيه؟ لقبله لنفسه وارتضاه منه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة سلوكية، لأن المنهج وجمال المنهج ما يكفيش إلا إذا خرج المنهج إلى حيز التطبيق. ومن الذي يطبقه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجي في كلام الناس اللي بدهم يأذوا بس أنا لم آمرك بأمر أنا عنه بنجوى، أنا أمرتك بالأمر وأنا أول ما نفذته على نفسي. رضي الله عن الفاروق عمر حينما كان يريد أن يقنن أمرا من أمور الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالف منكم إلى شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين، لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة، تأتي الفتنة من هؤلاء. إذن فالمسألة الذي يريد أن يأمر بأمر لازم يطبق الأول على نفسه. إذن فكل من يأمر بمعروف وينهى عن منكر لا بد أن يلاحظ أن الذين يأمرهم بالمعروف وهو شاق على النفوس وينهاهم عن المنكر وهو حبيب إلى النفوس مفتح الأعين، ينظرون ماذا يصنع، فإن صنع خلاف ما يقول إذا لاتهموا. ليس الأمر اقتصر على الداعي فقط، ولكنهم يتهمون الدعوة كلها أيضا، ويقول نفاق في نفاق وكذب في إيه؟ في كذب. ولذلك كان الإسلام
قبل ان ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي. الكثافة الإسلامية في العالم كانت للذين أخذوا الإسلام أسوة سلوكية، خدوهم من ناس عندهم حصيلة الدين اللي يقيمون بها أمر تدينهم، شوية تجار وشوية ناس أصحاب مصالح وماشيين على خلق وماشيين في ليه ده، يقول لك لأن ده إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك ويقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني. يبقى كم حاجة؟ دعا إلى الله وسند دعواه بأنه عمل صالحا، وبعد ذلك يقول: أنا صنعت ذلك لأن ديني يطلبه. مش كل ما تكون حاجة في ديننا عايزين ننسبها المذاهب جديدة، نيجي التأمين الاجتماعي نقول شيوعية واشتراكية والكلام اللي بيقولوه ده. طب ما تقول إسلامية يا أخي، ليه تدي الحلاوة دي إن كان فيها حلاوة تعطيها لمبدأ طارئ، ودينك أوسع من ذلك وأوثق وأرسخ وأسبق. إذا لازم نقول إن دي أشياء، أنا من المسلمين، أنا بعمل كده لأني من المسلمين. حين تفعلوا ذلك يقول لك: يا سلام، أما هذا فدين جميل، لأن بيطبقوا على نفسه قبل أن يطبقوا إيه؟ عليا، وبينسبوا إلى الإيه؟ ينسبوا. وإلا فقولوا لي أي فائدة لنا في أننا نأتي بمنهج إن سلمنا جدلا أنه يلتقي بمبدأ الإسلام في تأمين الاجتماعي، إن سلمنا جدلا فقط. طب وليه نقول إن هو اشتراكية ولا شيوعية؟ طب ما نقول إنه إسلام وخلاص، هو نقول لي جه الأول. طب يا أخي السبق من أسباب الترجيح، السبق من أسباب الترجيح. ليه اللي خليك إلا أنك تريد أن تشوه الإسلام بأن الخير إن جاء من هذا المنهج خير جاي من بره؟ لا يا أخي، وللخير إن كان في هذا خير جاي من عندي. واستعينوا بالصبر والصلاة. كلمة استعانة بالصبر دلت على أن فيه مشقة هتنالهم من تطبيق المنهج، يعني من إنهم ما يشتروش بآيات الله ثمن إيه؟ قليل. عايز صبر ليه دي؟ قال لك لأن لما لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الأمور بالحق كده بدون لبس، هيفقدوا الرياسة وهيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرفهوا بيه حياتهم. قال لهم بقى عايزة صبر شوية، تصبروا على نفسكوش إيه؟ لأن الصبر معناه إيه؟ حمل النفس على تحمل أمر صعب المشهد، وهم ما دام اتعودوا انهم بقى يلهفوا ياخدوا الاتوات وياخدوا البعل وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى سمان وعايشين بقى اغنياء وعايشين كل هذا، يقول لك مسألة صعبة قوي كونهم ايه؟ قال لكم انتوا بقى تستعينوا بايه؟ بالصبر. فسروه بالصيام. يعني ايه فسروه بالصيام؟ يعني جوعوا شويه واصبروا على مضض الجوع، لان هيفوتكم خير من خير الايه؟ من خير الدنيا. وبعد ذلك علشان مسألة الاستكبار استعينوا بالصبر والايه؟ والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. كان القياس كده يقول إنهما، مش كده ولا إيه؟ إنما قال الإيه؟ إنها لكبيرة، هي الصلاة ولا هما الاثنين؟ أما قال لك ساعتها يجيء أمرين منضمين لبعض في تقويم خلق يمتزجا ليكون علاجا واحدا. ولذلك اسمع قول الله سبحانه: فالله ورسوله أحق أن يرضوه. ما قالش أن يرضوهما، ما أنا عندي الله وإيه؟ ورسوله أحق أن إيه؟ أن يرضوه واحدا. أم قال لك لأن ده أصله مش له حق، ربنا له حق ومحمد ده ملتقيين على حق واحد. ده كلام على الأول. وإذا رأوا تجارة أو لهوا نقول انفضوا إليهما، إنما قال انفضوا إيه؟ إليها، لأن اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاة، يعني انفضوا إلى الملهاة لا أو شيء إيه؟ لأنهم تكاتفوا على أمر إيه؟ واحد، هو أن يشغلهم عن العبادة وعن الذكر. إذن فلما تجيب 20 حاجة ورا بعض ومتكاتفين على انهم يعملوا شيء واحد، يبقى اكن الامر ايه؟ امر واحد. زي ايه؟ زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور 10 عقاقير وبعدين يتعمل كله ايه؟ جرعة واحدة. الله يفتح عليك.
يبقى فالله ورسوله احق ان يرضوه، لانه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء. لا يا اخويا، ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالج شيئا. كذلك استعينوا بايه؟ بالصبر وايه؟ والصبر. وانها اي ايه؟ اي الوصفه العلاجيه في الصبر مع الصلاه كبيره. الصبر كبير ان تتحمله النفس، والصلاه كبيره ان تتحملها النفس. ليه؟ لانها تاخذ بعض الوقت منك في نهار عملك، تضيع عليك ايه؟ تضيع عليك. نقول له ايه؟ اذا فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفه الايمانيه لهذا الامر صبر وايه؟ صبر وصلاه. صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجه ما كنتم تتقاضونه من اتباعكم، خدت بالك؟ ومساله الصلاه خدش لاستكباركم ان تكونوا في الركب الايماني لتركعوا مع الايه؟ مع الراكعين. فكأن الوصفه الايمانيه من ايه؟ من الاولانيه جت دون الثانيه، يبقى ما اكتملتش. يبقى لازم الوصفه ايه؟ الوصفه تكتمل. فاذا ما رايت اثنين او ثلاثه ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم انها مزيج للايه؟ من الكل. وصفه تركيبيه، يعني واحده منها ما ايه؟ ما تنفعش. فالله ورسوله احق ان يرضوه، لانك انت لما الله احق ان يرضوه والرسول احق ان يرضوه، في حاجات قالها الرسول ولم يجيء بها الله الا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان ياتيه. فاتباعك للرسول وارضاؤك له فيما امر خضوع للمنهج الايه؟ الالهي اللي هو ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى داخله في المنهج ولا لا؟ يبقى اذا وهي ايه؟ بعضها. الا على الخاشعين. ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواهب، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا، وقد أكون خيرا منهم في شيء. يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. نقول له لا، الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به ضربة على الخشوع لكبريائه، تدريب بأنك انت لازم اللي عنده حاجة ما هيش عندك تبقى انت خاضع له لحد ما يديها لك، ما تستكبرش لأنها مش عندك. دي ضربة في ان الانسان ما يعتزش على من كانت له إليه حاجة، لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها. انما انا اطلب هذا لان مش عندي عبقريته ولا مهارته وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي ضربة على ان الانسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها عنده في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع. طيب وحاجة الحاجات بقى في القوي الاعلى، هو انا حين اخضع لك لا لانك صنايعك تعمل كذا وانا عايزك تصنع لي، مش كده ولا ايه؟ لكن حين أخضع للحق سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع إلى استكمال حركة الحياة. يقوم دي تبقى ضربة على مين؟ على أقول هو اللي عنده مهارة دي بإيه؟ يقول لك ده بيشغل عقله كويس، ده أنام له يا سلام عليه، ده مش عارف إيه، ده أقول له دي موهوبات من مين؟ إذا قبل أن أخضع له أخضع لمن أعطاه هذه المواهب. يبقى إذا الخشوع يخلي الإنسان كما قلنا يستحضر عظمة الحق، وما دام يستحضر عظمة الحق يقوم يتضاءل أمام إيه؟ فيجد أنه كلما كانت لديه أسباب قوة يقول لك هذه القوة من الأغيار. معنى من الأغيار يعني إيه؟ يعني من الجائز إنها تروح مني إيه؟ والقوة تضيع، مش كده؟ غنى يروح وأفتقر، مش كده؟ عقل وذكاء وأنجان مثلا. الله، إذا ما دامت أشياء من الأغيار أنا لست جالبها لنفسي، إنما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري، فأنا من الأغيار. ما دام أنا من الأغيار أخذها من أصرها واخضع لمين؟ للذي لا يتغير، لأن كل شيء لم يكن بذاتك فالجأ دائما إلى من بيده. ما دام هو الشيء بذاتك أنت تروح لمين؟ لله، في له على طول كده. إذا فالذين يغترون بوجود الأسباب عندهم نقول لهم لا، روحوا لواهب الأسباب. ليه؟ لأن الأسباب من الأغيار،
وما دام الاسباب من الاغيار فمن الجائز ان تتغير. ولذلك ربنا يجعل الايام دول، تشوف واحد في جوه كده بيسكت الحي، وبعدين تشوفه غلبان عمال يمشي، يمكن بيتعكز على عكاز ولا بيسحبوه ولا لا، ده اللي كان مخوف الدنيا. نعم. اذا فما دامت الاسباب من الاغيار يبقى لا يصح لانسان ان ايه؟ ان يستعلي بالاسباب، وان لا يخضع ايضا للاسباب، ولكن يخضع لمسبب الاسباب. يخضع. ولذلك انا قلت لكم مره في حلقه سابقه ان الانسان اذا بلغ في عينه او عين الناس مرتبه الكمال، افرض انه وصل الى مرتبه الكمال البشري، مرتبه الكمال البشري بتغره، ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضخموها في راسه قوي، نقول له من الاغيار، لانها ان كانت يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من مكنك ان تدخل في الامر. معناها كده. يبقى اذا يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة. عرفنا انها دي ليه جاية؟ انها لكبيرة الا على مين؟ الخاشع. الخاشع ما تبقاش كبيرة عليه، الخاشع يصبر. خلاص. يقول له الله ما دام انا دلوقتي بنزل اسمي ان يدخله حرام، يقوم يحلو له ان يصبر. ما دام دي هيرد ربنا عني، ما دام ده ما فجعتش حد في ماله، ما دام ما ارتشتش، ما دام ما سرقتش، ما دام ما نفقتش، يبقى ايه؟ يبقى ما دام خاشع كده لله تبقى دي كلها ايه؟ كلها حلوه، كلها حلوه. نعم. الخاشعين اللي هم ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن؟ لو كنتوا فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعدده، مش كده؟ نسبه انا جازم بها، وفي الواقع انها واقعه، مش كذاب يعني انا جازم بها. انا قلت لكم محمد ايه؟ مجتهد. انا جازم بان محمد ايه؟ مجتهد. صحيح فيه واحد اسمه محمد ومجتهد، يبقى انا جزمت والواقع كذلك، مش كده؟ واستطيع ان ادلل عليها لانه بيطلع كل سنه الاول. خلاص. يبقى ان كنت ادلل عليها يبقى ده العلم. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبة انا جازم بها وهي واقعه واستطيع ان ادلل عليها، هذا هو العلم. كده. طب ان كنت جازم به وهي واقعه ولكني لا استطيع ان ادلل عليها، في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقدر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء وما هوش واقع، اما قال لك اهو ده الجهل بقى المتعب. فان كانت القضيه غير مجزوم بها، ان كانت متساويه يبقى ده شك، ان كانت راجحه يبقى ده ظن، ان كانت مرجوحه يبقى وهم. هنا ربنا بيقول ايه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، قال لك اهي يظن ديا وردت بمعنى اليقين. طب وليه عجل عن اليقين ليظنه؟ قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه، فما بالك ان كنت متيقنا. اللهم زيد. يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، نقول له طيب وليه عجل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لان مجرد الايه؟ الظن كان كافٍ ان تحصل هذه الملاقاه. ازاي بقى؟ انا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطاع، مثلا طريق وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني، مش. قال لي طب ما احتياطي ما تروحش، يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاط بانك انت تبقى معاك مثلا آلة وقاية، مش كده؟ اذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله قضية راجحة فقط، دي كان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لايه؟ لانفسهم. يعني افرض انا قلت ان في حشر وهنتحاسب على الاعمال السيئة، وبعدين جدلا ما عملتش سيئة وطلع ان ما فيش حشر، ابقى انا خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجة، لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر. تبقى يبقى انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب.
مفهوم ايه؟ زعم المنجم والايه والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسرين. ايه اللي هيجرى يعني؟ مش حاجه خلاص. او صح قولي فالخسار عليكما. اذا فواجب لاحتياط الايمان للنفس البشريه انها تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر، وبعدين ما طلعش حشر يا اخي. ايه اللي خسرت؟ ما خسرتش حاجه. انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره. افخر به في اخر حياتي بعد ان تهدأ شرتي في المعاصي. اقول والله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالزياده دي خالص كده. اذا فقول الله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. المفسرين بيقولوا يظنون يعني يتيقنون. طب وليه عدل عن كلمه يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب اولى. ليه؟ لان اذا كان مجرد الظن وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب ايه؟ من باب اولى. كل مرجعنا الى الله فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا او كفر به ايمانا انه فلت من الله. ما دمت انت جاي من عنده يبقى هتروح له ضروري، وما دام هتروح له ضروري يبقى بقى احتط لايه؟ احتط لنفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين الايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. برضه هناك قال اذكروا نعمتي. النعمه الاولانيه ظاهر الامر انها اتكررت. نقول له لا، بل النعمه الاولانيه احنا قلنا السبع ايات جايين عشان اثبات نبوه مين؟ محمد عليه. فكأن الله انعم عليكم بان جعل في كتابكم مقدمه تحميكم من ان تتورطوا في الكفر بمحمد. يبقى دي نعمه. وبعد ذلك هيذكر ايه؟ نعم اخرى كانت لهم، وان هو اختار منهم انبياء وجعل منهم ايه؟ وجعل منهم ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في مش كده. وحصل كذا وكذا من فرعون، وحصل كذا في استسقى لهم ونزل عليهم المن والايه والسلوى. كل هذه المسائل حصلت لهم نعم مين؟ نعم الله. يبقى اذا ما تقولش ان ده ايه؟ مكرر. اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته. لان الايات السبع اللي قلناها دي كانت كلها جايه علشان ايه؟ واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه؟ ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه؟ افضليه على الايه؟ على العالمين المعاصرين لكم. يجي يقول لك ما دام فضلهم على العالمين بيمتن ازاي يمتن عليهم؟ هم افضل العالمين. قال لك لا، دي شده النكايه علشان نعلم النكايه، علشان نعلم حين يقصو القرآن عليهم في انهم ينقلبون قردة خاسرين وان عليهم ضربة الذل والمسكنة ويلعنوا ويطردهم والى اخره. ما نقولش التحامل ده عليهم. هو بيقول هم اللي انا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي ايه؟ كل الخير لهم، لكن هم عملوا ايه؟ نكثوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لان يحيوني بالايمان به وبتصديق منهجي وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما. ان يجب انهم هم يؤمنوا بي وان يرجعوا الي واذكروا نعمته. انا انعمت عليكم سابقا بكذا وكذا 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 وكذا، فكيف تتصورون انني في مجيء محمد لا انعم عليكم ايضا؟ طب ما دام نعمي عليكم متتاليه كان يجب ان تفهموا ان نعمه محمد انما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنتم بتستفتحوا به على الايه؟ على الذين كفروا. يبقى كان يجب ان تستأمنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه؟ عليكم. انتوا اللي عملتم نعم ايه؟ عملتوها نقمه. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. احنا قلنا بقى من لم يأتي لله رغبا وايمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وافضالاته عليه فليأتي رهبا. يا اخي ان كنتوا خلاص يعني المسألة يعني انتم محكمين رأيكم، اتقوا يوما بقى، خافوا ذلك اليوم. واتقوا يوما هنا يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وفي آية تانية برضو هتيجي بعد وإذ ابتلى، قبل وإذ ابتلى
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يبقى وردت ايه؟ مرتين، مرة هنا ومرة قبل وإذ ابتلى على طول. لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا يقبل منها ايه؟ شفاعة، ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل، ولا هم برضه ولا هم ينصرون في الآية الثانية. يبقى الاختلاف في ايه بقى؟ بكأن لا يقبل منها ايه؟ شفاعة. لكن الآية الثانية ايه؟ قال لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى مش تكرير بقى، يبقى لازم نشغل عقولنا. ازاي الايتين كده؟ قال لك بقى ديك قال ايه؟ لا يقبل منها، الخلاف فين؟ اذا الاتفاق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا الصدر، واخرها ولا هم ايه؟ ينصرون. برضه الايه الثانيه صدرها واتقوا يوما ايه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبرضه اخرها ولا هم ايه؟ لكن ديك الف لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، والآية الثانية قالت ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى هناك في الآية الأولى قدم إيه؟ الشفاعة، قال يقبل، مش كده؟ والآية الثانية أخر شفاعة وقال إيه؟ لا تنفع. يبقى عندنا كم خلاف دلوقتي؟ إذا الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة هناك مأخوذة من قوله لا يقبل منها ايه؟ شفاعة، وهنا لا تنفعها شفاعة، خلاص؟ وهناك لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل. يبقى اذا الشفاعة هنا مقدمة والعدل مؤخر، والشفاعة هناك مؤخرة والعدل مقدم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل البحث في هذه المشكلة التي يظن الناس أنها فيها تعارض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.